طبعا النصر عنده مشكلة كبيرة الآن هي اللي تحاصره، هي الديون. وديون صعبة وكثيرة وللأسف الشديد أنها متتالية وأرقامها ضخمة. يعني أنت ما تتكلم عن مئات الآلاف، أنت تتكلم عن ملايين. يعني ما في أي لاعب إلا يقدم شكوى وملحقها بمستحقات بالملايين، مرهقة جدا. عشان كذا أنا أقول لرئيس النصر أنه عليه أن يكون حريص أكثر من اللازم، أكثر من اللازم عند المفاوضات، عند التوقيع. يعني ترى مو لازم انك تجيب، يعني ترى مو بلازم، مو بعيب انك تجيب لك لاعب 300 ب 400 الف دولار وتعطيه حقه. العيب انك تجيب لك لاعب 5 مليون يورو ولا تعطيه حقه. هذا العيب اللي انا اؤمن فيه كمحاسب. بس النصر كفريق يحتاج لاعب. طيب اوكي، هذا يحتاج بس انا اختلفت. الديون خانقه. الديون خانقه، ولا الناس يعني لازم انت مثلا يعني عمليه ان المفاوضات تبدا بمليون يورو ومليونين يورو، هذا الكلام خلاص. يعني هو اللي الان دخل هذه الامور، انه يعني مو بعيب انك تجيب لاعب 300 ب 400 الف دولار وتعطيه حقه. بس ما راح يكون جودة اللاعب. ما هذا كلهم اساسا ملف الاجانب في النصر ملف غير نظيف يا جماعه، ملف غير نظيف. ضاع اكثر من 350 مليون فيهم. يعني شوف مايقا الان ما يبغى يجي ومع حق لانه ما استلم. اليوم شفنا في جريده الرياض شكوى منشوره له. انا اشعر انه ادريان حيجلس. ادريان هذا مع انهم يقولون بيبيعونه، انا اعتقادي انه حيجلس. ليش؟ لانه منتظم وبيسجل، ولا تدري يوم الجمعه يقول لك حتصدر قائمة المديونات للنصر يوم الجمعة بعد يومين. ما تدري كم الرقم، ناس يقولون 70 مليون، ناس يقولون 80 مليون، ناس يقولون 90، ما ندري كم الرقم. وفي النصر المشكلة الآن بعد انقسام الناس طرفين، كل واحد يحمل الطرف الثاني المشكلة. كيف طرفين؟ منهم يعني الطرف الجماعة اللي ماشيين مع رئيس النصر، والجماعة اللي ماشيين مع العضو الداعم. كل واحد يعطيك، كل واحد. انا وجهه نظري انا كل الطرفين هم اصحاب المشكله دي. انت مع اي طرف؟ انا مع النصر. انا مالي دخل فيهم، انا مالي دخل فيهم مره. بس هم يقولون بعد احنا معنا، كلهم يقولون ما هم مع ذولي الحين. ما تدري، كل واحد يقول انت المتسبب. المسؤوليه الكبرى على اداره النصر، على النادي، على الرئيس. لكن معلش انا بسال سؤال ابو فهد، معلش لو كان سؤال يعني متاخر. هل انت مع عوده الامير فيصل بن تركي؟ أنا مع عودته وضد عودته. مع عودته إذا هو بيحسن قادر على، لا هو لازم أساسا يغير استراتيجياته. أنا أتكلم عن استراتيجياته مش الفنية، الاقتصادية. النادي يعني الآن مثلا اللاعب الألباني، إيش اسمه اللاعب الألباني؟ هذا جاء ميها. هذا جاء ولا ما جاء، خلاص العقد ملزم. العقد ملزم. الآن ما في ترتيب في التعاقدات الأجنبية النصر، حتى ماليا غير مرتب. وبعدين أرقام ضخمة زايد عن اللزوم. وفي الأخير تتفاجأ تقول لك إيش؟ النادي على الشكاوي الآن. يعني أنا شايف شكاوي زايدة عن اللزوم. يعني أنت تتكلم عن شكاوي كثيرة، شكاوي يعني زادت عن حدها. وهذا يضر كثير. ما أدري أنا كيف. الجوانب الاقتصادية لازم يكون لها ناس اقتصاديين يعرفون وضع النادي ماديا. مو أنا الحين يا أخي بالمنطق، واحد ما في حساب الصندوق إلا 500 ألف أوقع مع لاعب 5 مليون، كيف؟ فهمني. واحد إيش؟ واحد أنا صندوقي ما فيه إلا يعني هذه ما في حساب النادي إلا 500 ألف أوقع مع لاعب 5 مليون، كيف؟ يعني أنا أطبق سياسة يا مطرة حتي ولا إيش؟ وش هذا ما هو كلام اقتصادي ذا يا جماعة، هذا كلام فوضى مالية. رئيس النصر لازم يبتعد عن هذه الفوضى، الرئيس النصر يبتعد عن هذه الفوضى، وانت بعد المفروض يعني تبتعد عن الامثال الغريبه يا ابو فهد. لا ما هي امثال غريبه، هذه نحترم لا هذه تراها عباره لا شوف، مثل عام. هذا مثل عام عندما تكون الارض جرداء. ايوه وش المثل؟ يتم الدعوه وش بان المطر ياتي. لا ما قلت المطر ياتي. الا يا مطر حتي
هذه عبارة عندنا هذه عبارة عندنا معروفة وليس فيها إساءة. والله ما فيها إساءة لأي أحد. يعني تعال يا مطر، يعني ما يصير كذا، يعني تتمنى. تفضل. فالعملية ما ينفع كذا، ما ينفع كذا. أنا أقول الجوانب الاقتصادية لازم الرئيس يتغير، لازم يتغير. يعني أنت ما تجيب لي لعيبة أجانب 4 قيمتهم 10 مليون يورو، النادي ما يستطيع يسدد. يعني النادي الآن طيب ليش يجيب 4؟ مثلا لو يجيب 2 أو 3 بس. يا أخي لا تجيب، يا أخي لا تجيب وانت ما انت بدافع، ادفع للي عندك يا اخي. لا بس ما جاب الا هو قادر. ابو تركي وينهم الحين؟ شوف انت الان يقولون اليوم في الجريده مايقا شاكي، واللي قبله ذاك اللي اسمه ايفرتون شاكي، واللي قبله ذاك اللي يقولون يونس مختار كسب القضيه، واللي قبله ما ادري ايش اسامي حتى ما عاد صرنا نحفظها احنا من كثرهم. والمدرب الايطالي ذاك يقولون شاكي. يا اخي انت يعني كانافارو يعني اسماء كل يوم يعني، وبعدين مبالغ مهلكه وكثيره، يعني ما هي ب 100,000 ولا 200,000 ولا. طيب اجتماع اعضاء الشرف اللي كان يعني وش اعضاء الشرف ايش يسوون لك يا اخي؟ 65 مليون دفعوا يعني ممكن يا حبيبي ديون النصر الان يبي لها دوله تغطيها، هو اعضاء شرف. ايش تتكلم عنها انت؟ تتكلم عن ارقام يا اخي فلكيه ومرهقه، واي واحد يشوفها مروعه. مروعه ارقام، ما ينفع كذا يعني، لازم تتغير المنهجيه. لو عندك قرار ايش اللي بتسويه؟ انا عندي من هو؟ انا عندي قرار. لو تمتلك القرار، انا بالنسبه لي لازم يكون في قرارات مفصليه. الناس الان ما تدري وش تسوي الحين مثلا كثر خيرهم في الاجتماع الاخير قدموا لك 30 مليون او 20 مليون، مبلغ ما هو سهل ترى، جيد. بس مشكله العالم هذا جالس يمشي ويوقع ذا. وقف يا اخي، اتكلم لك عن رئيس النصر. وقف التوقيع. بعدين المفاوضات، النادي ما يقدر يتحمل تجيب لي لاعب 3 مليون يورو بمليونين يورو بمليون يورو، النادي ما يقدر يتحمل. اوكي الحين انت شيء جيد انك انصرفت عن التعاقد، لكنك برضو التعاقدات الاجنبيه. طيب ما دام انك مصر بتجيب لاعبين اجانب يا اخي جيب على وفق ما هو يعني، لازم لا تجيب لك ب 2 مليون يورو 3 مليون يورو. ابو تركي طيب دقيقه بس. على كلامكم يقول 300,000 يورو بدال ما ندخل في الملايين. والله انديتنا انها واقعه في اشكاليه عريضه، وهي تدري عنها بس هي ما تبغى تدري عنها. كيف؟ يعني وشلون؟ في رئيس نادي كان يفاوض اللاعب ابو تركي، لاعب اجنبي طبعا، ومعاه المترجم، فيقول تعال نوقع معاه مثلا مبلغ وقدره اللي هي بمبلغ. السمسار الثاني بعيد يقول بمبلغ وقدره، فراح يوقع مع ذاك، يقول ذاك تعال لمي المترجم يعني عارفه انا شخصيا، اقول له تعال وقع. المترجم يعني عرضها اقل. اشكاليه. انا متاكد لو الامير فيصل بن تركي جاء لي شباب غيروا عن نادي النصر وراحوا للبرازيل وشافوا لعيبه معينين، والله ممكن ياخذوا مبالغ زايده. وبعدين اكون صادق معك، وش الدوري السعودي يا ناس؟ وش الكره السعوديه بتجيب لك فشخره؟ وبعدين ما في لاعب اجنبي جاك صح بعد والهامسون ورادوي اللي هم صراحه يعني كانوا من النوادر يجيك الان كل بعدين الدوري السعودي قل لي بالله افضل لاعب سعودي منه ما في لاعب فارق. بدليل وشو؟ ان بضاعتك يا ابو تركي ما حد يبغاها، بضاعتك في السوق ما حد يبغاها. وين احتراف اللاعب السعودي؟ هي عرض وطلب، ما عندك لاعب سعودي طيب الان انا اقول لك يا اداره انديه، يا الامير نواف بن سعد، يا الامير فيصل بن تركي، يا مسعود، روحوا انتم، روحوا للدوري هناك، شوفوا عالم، ادخلوا بيديكم، لا تعتمدون على السماسره. ما اقول انهم يعني نصابين ولا لا، بس يبغى نسبته، ويبغى بالعكس لا هو ندخل في الملايين اللي يقولوا عنها. الحين انا اقول لك واحد يتكلم عن ملايين ملايين قاسمه للظهر. طيب ملايين قاسمه الظهر، ظهر الامير فيصل بن تركي مده قريبه قال سنسجل يا اخي ما اتوقع انه يكتبها. يا حبيبي الامير يا حبيبي هذه عباره نسجل ونسجل لا تنسجم مع الموقف المالي لنادي النصر.